وما ننساش مدرسة نجع والنيلة البحرية بمحافظة سوهاج، والمنظر الغريب اللي احنا شفناه في المدرسة من إهدار للمال العام وتدني حالة الفصول، وقد إيه الموضوع صعب جدا. وكان قراري لفريق الإعداد إنهم يسافروا ويروحوا يشوفوا الناس دي عايشة إزاي ويعرفوا مشاكلهم، وفعلا اللي توقعته لقيته في قرية المزلوة بمحافظة سوهاج. أنا مش هتكلم دلوقتي، تعالوا نشوف التقرير ونكمل كلامنا. أعمدة الإنارة على نفقة من يراها رفاهية تمنح له إذا ما رغب في إدخال الكهرباء إلى منزله في قرية المزلوة بمحافظة سوهاج. حال يزداد صعوبة في قرية لا زال الفقر وبدائية العيش يسكنانها إلى جانب أهلها الذين يقبعون في مستوى لا يمكن بحال من الأحوال أن يقترب من خط الفقر. قرية يربطها بمحيطها الريفي شارع رئيسي يصلها بقريتي ونينة الشرقية والغربية، طريق بدائي يشكو هو الآخر الظلمة مع غروب الشمس، وحول مع مرور الوقت إلى منطقة مقفهرة باتت مكان يستخدمه قطاع الطرق وعصابات السطو المسلح مكان عملياتهم الإجرامية. الحال الذي نتج عنه جرائم قتل وسلب متكررة مع غياب واضح للأمن والأمان في قرية هي مجهولة لكل المصريين عدا أهلها.